كتير من الناس بيتكلموا بيقول لي ازاي بتعرب القنوات. هقول لك حاجه بسيطه جدا، لازم يبقى معايا فلاشه. تمام، الفلاشه دي مش اي حد يستعملها، لان طبعا بيبقى فيها سوفتات. كل جهاز كل نوع بيبقى ليه سوفت معين وحاجات معينه. في حاجات بتركب على حاجات، وفي حاجات لو اديتها للجهاز غلط بيروح جايب لمبه حمراء. انا هوريك بس ازاي انا بدل ملف القنوات وبعرب القنوات. تعال اوريك. بص كده، انا دلوقتي الملف قدامي زي ما حضراتكم شايفين انجليزي، كل الكلام فيه كل حاجات فيه معموله انجليزي وحاجات قديمه. تمام، انا هعمل ايه دلوقتي؟ معايا الفلاشه هجيبها احطها على صفر اهو، وبخش طبعا بيخزن، وبخش على الاعدادات. بعد كده بخش على تحديث اهو. انا هنا ده لو هحدثه من على الانترنت، ده اليو اس بي، انا هحدثه من على الفلاشه دلوقتي. ادي الفلاشه قدامي ظهرت. طبعا انا حاطط زي ما انتم حضراتكم شايفين كل حاجه دلوقتي. انا حاطط كل اسم لوحديه عشان خاطر ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. عندي دلوقتي صم بلس بتاع الاجهزه اهوت اداكي. انا هعمل كده وادوس اوكي. دلوقتي هو بيحدث. اهم حاجه هنا ما اشيلش الفلاشه، ما اشيلش الكهرباء وافصل الجهاز عن الكهرباء ولا حاجه، عشان خاطر هيجيب لمبه حمراء ولازم يتعمل له نسخ فلاشه وحاجات من دي. اسيبه لما اخلص ويروح فاتح دلوقتي لوحدي. هيفتح دلوقتي هتلاقيه جايب لك القنوات متعربه وزي الفل. افتح معاكم دلوقتي واشوف. ادي الخلفيه الرومان، فتح على القناه الاولى اللي هي المكتب. ادي القصه كلها في التعريب والحاجات من دي. اللي انا بقوله دلوقتي بقول لك مش كل حد بيعمل حاجه بالفلاشه دي، لا. انا دلوقتي الفلاشه دي ببقى حاطط عارف كل جهاز نظام ايه ودنيته ايه، فانا ببقى عامل الحاجه بتاعتي ومروقها ومظبطها على الفلاشه بتاعتي اساس في اي وقت واخدها معايا. العميل طلب مني تحديث الجهاز اي حاجه بتبقى موجوده معانا. لكن حضرتك مش هينفع تاخد الفلاشه وتروح تحط سوفت في اي حاجه وتديها للجهاز، هيقبله معاك ويروح جايب لمبه حمراء، هتعمل مشكله في الجهاز، ممكن ترميه وممكن يتصلح انت ونصيبك. لكن ده انا بوريك بس القصه دي عشان خاطر في ناس بتسالني بتقول لي انت بتعرب ازاي، فهمنا القصه. فانا فهمتك القصه. لو عجبتك سلم عن الصلاه على النبي.